تخيل معايا كده كل يوم بتنزل تشتري عيش وفول ب 10 جنيه وبعد شهر بتلاقي نفس الطلب بقى ب 13 جنيه. ده بقى التضخم، يعني قيمة الفلوس بتقل والاسعار بتزيد. اهلا بيكم، انا عز الغريب ودي حلقات ايكونومكس 101. بس التضخم مش نوع واحد، يعني لما الناس يبقى عندها فلوس كتير وبتشتري اكتر من قدرة السوق فالاسعار تعلى. وفي تضخم تكلفة، لما اسعار المواد الخام او الاستيراد تعلى المنتج سعره بيزيد. وفي تضخم مطبوع، لما الحكومة تطبع فلوس كتير من غير رغبة اقتصادي حقيقي، وهنا بيزيد المعروض النقدي والاسعار بتولع. واسوأ نوع بقى هو التضخم الجامح اللي بيحصل لما الاسعار تطلع بطريقة مجنونة زي ما حصل كده في فنزويلا. بس مش دايما التضخم واحد، التضخم المعتدل بيبقى في نسبة ما بين 2 و 3%، وده بيكون مطلوب عشان الاقتصاد يكبر، الشركات تتحفز على الانتاج، الدولة دايما بتحاول تتحكم فيه عن طريق رفع او خفض الفايدة وتقليل الاستيراد او دعم الانتاج المحلي وكمان التصدير. وعشان كده كل مرة هتلاقي فيها الاسعار بتزيد اسأل نفسك سؤال: هل ده نتيجة طلب ولا تكلفة ولا سياسات نقدية؟ فهم التضخم هو اول خطوة للتعامل معاه. وما تنساش تشاركني في الكومنتس، فهمت التضخم ولا هتقلق منه تاني المرة الجاية؟